أحداث قتل مرعبة بتحصل في السودان، والناس بتتعرض للذل وأفظع أنواع التعذيب التي لم نراها من قبل. أطفال ماتت في حضن أمهاتهم، مستشفيات ومدارس اتضربت، وآلاف من الناس ماتت. تفتكر ليه كل ده بيحصل؟ ومين المستفاد من كل ده؟ ومين هو البرهان ومين حميدتي؟ وإيه قصتهم؟ كمل الحلقة معايا علشان تعرف الحقيقة كاملة عن الحرب في السودان. السودان كانت مكونة من مجموعة من القبائل. في شمال السودان كانوا مسلمين وعرب، وجنوب السودان معظمهم مسيحيين كاثوليك. والاستعمار البريطاني في الوقت اللي كان بيحكم فيه السودان كان بيعتمد على إنه يعمل فصل عنصري واجتماعي، بحيث إن سكان السودان ما يتوحدوش مع بعض أبدا. الفرق اللي حصل ده بقى خلى فيه فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب كبرت مع الوقت. بمجرد استقلال السودان سنة 1956 وخروج الاستعمار، حصلت توترات كبيرة بين الشمال والجنوب، وخصوصا إن النخبة الحاكمة كلهم كانوا من الشمال ومتمركزين في العاصمة الخرطوم، والجنوب كانوا مهمشين سياسيا واقتصاديا. وعلشان كده حصلت ثورة في الجنوب وعايزين ينفصلوا عن الشمال. واتطور بعدها لصراع مسلح بدأ سنة 1955 لحد سنة 1972، واتعمل بعدها معاهدة سلام دامت 10 سنين، وبعدها انكسرت المعاهدة. والصراع اتطور مرة تانية من سنة 1983 لحد سنة 2005 علشان يحصل معاهدة سلام للمرة الثانية، وبعد 6 سنين يتعمل استفتاء شعبي وجنوب السودان تنفصل عن شمال السودان بشكل رسمي في سنة 2011. وبكده الجنوب فكرت نفسها تقدر تعيش حياة سعيدة وتستقل بعيد عن باقي السودان، وده لأنها كانت بتحتوي على 75 من النفط والذهب والعديد من الموارد، ولكن نسبة كبيرة كانت بتروح للعاصمة الخرطوم، واللي كان بيسيطر عليها في الوقت ده الشمال، والباقي كان بيتوزع على الجنوب. وعلشان كده الإقليم دايما كان بيعاني من فقر وبنية تحتية ضعيفة وتهميش. وفي سنة 2003 ظهرت مجموعتين متمردتين من الإقليم: حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، والحركتين من أصول إفريقية. ثاروا على حكومة البشير، ورد حكومة البشير عليهم كان رد قاسي جدا. كان لازم يوقف كل اللي بيحصل ده وبأي شكل وبسرعة. فاستعان بميليشيات قبلية عربية اسمها الجنجويد، واللي نشأ منها محمد حمدان دقلو، واللي معروف حاليا باسم حميدتي، قائد قوات الدعم السريع. الجنجويد بقى في 2003 بعد ما استعان بيهم البشير وغيرهم من الميليشيات علشان ينهوا على التمرد بتاع دارفور ده، طاحوا في السكان قتل وتهجير وحريق وكل ما لا يمكن أن تتخيله. شردوا أكتر من 3 مليون إنسان وقتلوا أكتر من 300 ألف إنسان. وفي سنة 2013 البشير خد قرار إعطاء ميليشيا الجنجويد صفة رسمية، وغير اسمهم من الجنجويد إلى قوات الدعم السريع، وخلى حميدتي هو القائد بتاعهم. وحميدتي استغل منصبه وقتها وسيطر على مناجم الذهب اللي في دارفور، وعمل ثروة كبيرة جدا، وبقى واحد من أغنى الناس في السودان، وكبر جيشه لحد ما وصل عددهم 100 ألف جندي. وفي 2018 قامت ثورة ضد النظام لإسقاطه، وفجأة حميدتي يقف مع الشعب ضد البشير. وفي إبريل 2019 يعلن الجيش عن عزل عمر البشير واعتقاله، وكان على رئاسة الجيش وقتها الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وفي صباح يوم السبت 15 إبريل 2023 صحي سكان الخرطوم على صوت رصاص وانفجارات كبيرة جدا. قوات الدعم السريع ضربت مواقع عسكرية واستراتيجية للجيش في قلب العاصمة الخرطوم، ومنهم مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم الدولي ومبنى الإذاعة والتلفزيون. وفضلوا القوتين يضربوا في بعض لحد ما الجيش قدر يطرد قوات الدعم السريع من العاصمة. ولما قوات الدعم السريع ما قدروش يسيطروا على العاصمة، حسوا إنهم هيخسروا كل حاجة، فقرروا يهاجموا إقليم دارفور بشكل وحشي جدا علشان يضمنوا السيطرة الكاملة على الإقليم، وبكده يكونوا سيطروا على المصالح الاقتصادية بتاعتهم. السؤال هنا بقى، الدعم الكبير اللي جالهم ده جالهم منين؟ في دول كتير بتدعم قوات الدعم السريع وبتدعم فكرة انفصال غرب السودان كله كدولة لوحدها، وللأسف منهم دول عربية، ومعظم دول الجوار برضو بتدعم قوات الدعم السريع بالموارد والسلاح. مصر هي دولة الجوار الوحيدة اللي بتدعم الجيش السوداني وواقفة معاهم ضد فكرة الانفصال. وعندك بقى الدول اللي بتدعم قوات الدعم السريع من بره زي روسيا والإمارات.
والسبب ورا ده إن كل واحد ليه مصلحة بيدور عليها. بعض الدول عينيها على الذهب والموارد بتاعة السودان، ومن مصلحتهم إن الدعم السريع هو اللي يسيطر على البلد لخدمة مصلحتهم. للأسف الوضع النهاردة في السودان يعتبر واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية في العالم، لكن للأسف محدش بيتكلم عنه، وفي تعتيم كبير على اللي بيحصل فيها. السودان النهاردة بيشهد أكبر أزمة نزوح في العالم. أكتر من 12 مليون نازح اضطروا إن هم يسيبوا بيوتهم، والباقيين عايشين في أكبر أزمة مجاعة في العالم. بس كده، يا رب أكون قدرت أوصل لكم جزء بسيط من اللي بيحصل في السودان، وربنا ينصر الحق قريبا إن شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير واشترك في القناة. أشوفكم على خير.